وسنتابع بعد قليل لاجل تحقيق نتائج قويه. تابعوا هذه الفرصه وهذه المحاوله كانت في اي تبرير. هذه فرصه تسديده مشات فوق المرمى، محاوله داخل منطقه الجزاء، تدخل ممتاز، استرجاع الكره بأذربيجان. هذه فرصه محاوله تدخل وابعاد الكره للركبه، الكره دائريه داخل منطقه الجزاء، الكره بالراس، فرصه محاوله لفريق فريق النادي الكلاسي، تدخل وابعاد الكره داخل منطقه الجزاء، تدخل ابعاد الكره، البحث عن المرمى الجزاء، بالفعل تلعبات الكره وتدخل الحارس ايمن الراسيه، تدخل كوستا مره اخرى، خالد بابا يسدد، محاوله لفائده مأرضاوي بن قصرو لمعاد قلوس اللي ما تمكنش من حصل 2021 2022. هذه فرصه محاوله لفائده فريق النادي الكلاسي، البحث من يوسف انور عن امكانيه التمرير، لكن تدخل بعد ذلك عاد للدوري الاحترافي رفقه فريق النادي الكلاسي، ولا بواسطه عبد اللطيف بن قصرو. فرصه محاوله لفائده فريق النادي الكلاسي، تدخل الحكم، تمرير داخل منطقه الجزاء، فرصه محاوله لكن خالد بابا تضيع من الكره، تدخل ديال عبطيف بن قاعات الكره الراسيه، هذه فرصه لكن تدخل النادي الكلاسي، تسديده لكن الدخول داخل منطقه الجزاء، فرصه المراوغه ممتازه، دائما محاوله تسديده في هذه الاريا داخل منطقه الجزاء، البحث عن الراسيه لكن طرف المدافع شمس الدين قليديل ليموري ولكن بعيد لفائدة فريق الدفاع الحسن الجديد بواسطة ياسين لامين عماد خنوس، مشات الكرة عند معاد قلوس تمريرة وتدخل باباكا، عطيف بن قصو يستعد للتنفيذ، لعبات الكرة مباشرة، تدخل داخل منطقة الجزاء بواسطة اللاعب عبد الله الزياني وتدخل الحارس الحسن الجديد. دائما الخطورة، فرصة الكرة في الشباك والحكم كاين الخطأ، دخول داخل منطقة الجزاء، فرصة تضيع، محاولة من جديد اللاعب عبد الله الزياني الحسني الجديدي. اذا خالد بابا لعب كرة، فرصة رأسية تضيع امام المرمى وامام محاولة لاحظ نسلم من الجميع، اعتقد انه كان منطقة الجزاء لكن الكرة في يد الحارس ايمن على مستوى الجيل. هذه فرصة ومحاولة لفائدة فريق الدفاع الحسن الجديدي، فرصة ولكن المطالبة بلمسة يد والمطالبة بضربة الجزاء، الحكم طلب موافقة القرار. نتابع من جديد هذه الفرصة، يوسف ليموري ضربة جزاء في المحاولة والفرصة، عبد الله الزياني والسرعة ديالو عند اللاعب امين دروغي، تدخل الدفاع والامكانيه تسديده، تدخل الحارس باباكا، خروج حارس، فرصه لفائده فريق النادي الكلاسي، تدخل وابعاد الكره، كانت محاوله خطيره لفائده فريق النادي الكلاسي مره اخرى، تسديده يوسف انور، هذه فرصه ممتازه وتدخل الحارس. نتابع من جديد هنا المراوغه ديال اللاعب مصطفى عصاد للحارس الياسي، لكن تدخل الدفاع مره اخرى. نتابع هذه الفرصه، يوسف انور يسدد من جديد، تسديده وتدخل لفائده فريق النادي الكلاسي، انفراد بالحارس مصطفى الصاد يراوغ، تدخل باباكر النياسي في الوقت الحكم المساعد رفع الرايه اكيد.